أول جريمة في سنة 2025. الشرطة والإسعاف وصلوا لمنطقة مصر الجديدة بعد ما تم إبلاغهم عن جريمة مفزعة حصلت في إحدى الشقق في المنطقة دي. لما الشرطة وصلوا ودخلوا الشقة لقوا ست كبيرة واقفة قدامهم وهي عمالة تعيط، وكان في شاب كمان واقف مع الست دي، والاتنين كانوا واقفين قدام باب أوضة. الشرطة دخلوا وشافوا واحدة مرمية على الأرض وسايحة في دمها ومطعونة 4 طعنات. وما كانتش دي الجثة الوحيدة اللي لقوها في الأوضة، لأ، كان في جثة واحد تاني ولكن كان ميت بطريقة مختلفة. كان متعلق بحبل من رقبته في نص الأوضة، وطبعا مش محتاج أوضح المنظر كان مرعب إزاي. تم نقل الجثتين على مشرحة زينهم علشان يتم الكشف عليهم من خلال الطب الشرعي ويعرف سبب الوفاة وماتوا إمتى بالظبط. ومع التقرير اللي كتبه الطب الشرعي وتحريات المباحث اتضحت الحقيقة اللي كانت صدمة للجميع. تعالوا بقى نرجع بالزمن شوية علشان نتعرف على الشخصيات ونعرف ايه اللي حصل ومين اللي عمل فيهم كده وايه القصة. ياسمين، ودي ست في الثلاثينات من عمرها، ست محترمة ومخلصة لجوزها. ما كانتش مصرية، كانت من دولة عربية ولكن كانت متجوزة ومقيمة في مصر. ووالدة ياسمين كمان كانت مقيمة معاها، متجوزة هي وهيثم بقالهم 21 سنة، ساكنين في شقة في منطقة راقية في مصر الجديدة. والدة ياسمين كانت عايشة معاهم في نفس الشقة، وكمان كان عندهم ولدين صغيرين. ومن خلال أحد أقوال جيران هيثم وياسمين اللي قالت إن ياسمين ما كانتش الزوجة الأولى لهيثم، وإنه اتجوز مرة زمان. كانوا بيحبوا بعض جدا والأمور كانت ماشية كويس وكل شيء طبيعي، لحد ما هيثم عمل حاجة ما كانش ينفع إنها تتعمل، وهي الإدمان. كان بيتعاطى نوع معين من المخدر مش لازم نقول اسمه. المهم مع مرور الوقت المشاكل بدأت تكتر بين هيثم ومراته على أتفه الأسباب. كان دايما بيشك إن مراته على علاقة بشخص تاني، لدرجة إن هو راح رفع دعوة لأنه كان شاكك إن الولدين دول مش ولاده. المحكمة طبعا رفضت الدعوة، وخليني أقولك إن المشاكل دي كلها ما بدأتش تظهر إلا لما هيثم فضل يتمادى في التعاطي، لحد ما ياسمين تعبت وقررت خلاص إنها مش قادرة تستحمل العيشة دي وهتاخد بعضها وترجع على بلدها. وعملت كده بالفعل وسابت له البيت وسابت له البلد كلها. رجعت البلد بتاعتها وقررت إنها مش هترجع مصر تاني. وهيثم بعد فترة دخل مصحة علشان يتعالج من الإدمان. لما خرج من المصحة كان المفروض ان هو تعافى تماما، ولكن شهادة الجيران كانت بتقول غير كده خالص. كانت نفسيته تعبانة وما كانش بيخرج كتير ولا بيكلم حد، وده الكلام اللي شهدت بيه واحدة ست جارتهم، وده الكلام برضو اللي منشور في جريدة المصري اليوم. طب ياسمين بقى رجعت من السفر ولا لا؟ السبب اللي خلى ياسمين ترجع تاني لمصر هو الفيديو اللي هيثم عمله ونزله على صفحته الشخصية على الفيسبوك. كان بيقول في الفيديو انه ندمان على كل اللي فات، وان مراته دي تبقى ست محترمة وهو غلط في حقها كتير، بس هو ما كانش في وعيه وعنده استعداد ان هو يعوضها عن كل اللي فات، بس هي تسامحه وترجع له تاني. السلام عليكم يا جماعة، أنا بعمل فيديو اعتذاري. بعتذر لمراتي ياسمين أحمد عيسى العاشور على الألفاظ اللي صدرت مني، وأبشع الاتهامات اللي اتهمتها في شرفها، وهي كانت زوجة مثالية ليا. حب عمري، حب 31 سنة. بجد أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي، بس أنا كنت واحد مريض. ياسمين قررت انها ترجع مصر وتدي لهيثم فرصة كمان، ولكن بعد رجوعها بفترة اكتشفت انها كانت غلطانة، وان هيثم لا اتغير ولا حاجة، وانه لسه زي ما هو، وكل يوم المشاكل عمالة تزيد وكل يوم خناق. وهي خلاص تعبت وخدت القرار ان المرة دي لو سافرت مش هترجع تاني. ولما قالت الكلام ده لهيثم اتضايق جدا. طيب نيجي لتاني يوم لما ياسمين قالت لهيثم انها هتسافر خلاص. تاني يوم والدة ياسمين اللي كانت مقيمة معاهم في نفس الشقة، وده على حسب وصف جريدة المصري اليوم. المهم الست فضلت تخبط على اوضتهم وهم مش بيردوا. طلبت من احفادها الاتنين ان هم يخبطوا عليهم، وبرضه مفيش لا حس ولا خبر عنهم، لحد ما الست قلقت وقررت انها تتصل بواحد قريبهم علشان يجي ويشوف ايه الموضوع. وبالفعل قريبهم ده وصل، وما كانش فيه اي حل غير انهم يكسروا الباب. ولما كسروا الباب اتفاجئوا بياسمين مرمية على الارض وتحت منها بركة دم ومطعونة اكتر من 4 طعنات. هيثم كان مشنوق في نص الاوضة. مع التحريات وتقرير الطب الشرعي اللي اثبت ان ياسمين ماتت قبل هيثم بحوالي 8 ساعات، الحقيقة كلها بانت. نرجع بقى لليوم اللي قدمناه لما ياسمين قالت لهيثم انها هتسافر وتسيبه. اتضايق جدا لما قالت له كده، وما كانش شايف قدامه غير غيامة سودا. مسك سكينة وفضل يطعن فيها
لحد ما ماتت، وبعدها فضل قاعد جنب الجثمان 8 ساعات، ودي المدة اللي حددها الطب الشرعي. وبعد كده لما بدأ يستوعب اللي هو عمله قرر انه ينهي حياته هو كمان. جاب حبل وربطه في نص الأوضة وشنق نفسه. وخلينا بقى نوضح حاجة في الكلام ده كله. أولا كده الاتنين ضحية، ياسمين ماتت بسبب خطأ هيثم عمله، وهيثم مات بسبب المخدر اللي هو كان بياخده، لأن المخدر ده كان سبب في موت الاتنين، اللي أكيد واحد من صحاب السوق هو اللي اداهوله. ويمكن لو ما كانش تعاطى المخدر ده من الأول كان فيه تفاصيل كتير اتغيرت. الاتنين أكيد كانوا هيموتوا لأن ده عمرهم وخلاص، ولكن كان ممكن طريقة الموت تكون مختلفة عن كده خالص، والله أعلى وأعلم. وفي النهاية ندعي للاتنين إن ربنا يرحمهم برحمته، ويا رب تكونوا استفدتوا من القصة. وكده نكون وصلنا للنهاية، واشوفكم على خير الحلقة الجاية.